السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض حاجات هنحتاجها في رمضان مفيش كلام، وهي اللومي. هنعمله من اي ليمون موجود معانا في البيت. تمام. اول حاجة هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم بلغنا رمضان على خير يا رب، لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله. المهم هتجيبي يا ستي بقى ليمون صغير كبير اصفر اخضر اللي انت عايزاه. حتى لو عندك ليمون طري برضو خليه، حتى لو عندك ليمون ناشف ايوه خليه. تمام. حوشيه عندك خالص بس يكون متهوي، ما يكونش جوه كيس، لحد ما تحوشي الحبه اللي انت عايزه تعملهم. تمام. وبعد كده انا هقول لك تعملي ايه، مش هياخد كل ده، مش هياخد منك وقت خالص. هتغسليه زي ما انت شايفاني كده، حتى لو ناشف برضو اغسليه. تمام. وجففيه تمام تمام التمام، وتطمني ان كل ليمونه ما فيهاش اي حته مفتوحه. دي مهمه جدا وهقول لك ليه بعد كده. اللي اول مره تدخل قناتي ما تنسنيش في اللايك والاشتراك بالقناه عشان يصلك ان شاء الله كل جديد، لان انا باذن الله باذن الله يا رب هكبر بدعمكم، لان حقيقي بقيت اكسل كتير قوي عن الفيديوهات. المهم نقول بسم الله. وبعد ست ما غسلناه هنكون مولعين الفرن بتاعتنا على اهدى نار خالص. اهدى نار عندك الفرن ولعيه وحد ما يسخن، وزي ما قلت لك جافي وتطمني ان هو ايه، ما يكونش فيه اي فتحات، يكون ناشف مش مشكله زي ما قلت لك. وحتى لو طري سيبيه برده مش مشكله برده. خلاص. الليمون اليومين دول هو غالي بس ممكن تعملي كميه قليله على قدك. بعد ما ندخله الفرن هيقعد زي ما يقعد، بس المهم كل شويه تقعدي تقلبي فيه لحد ما يطلع القمر اللي احنا شايفينه ده. بصوا الجمال. وانت بتقلبي عايزه درجه الغمقان دي مفيش مشاكل، عايزه يكون فاتح شويه برضه مفيش مشاكل. اللي انا قلت لك ليه ما يكونش فيها ولا اي حته تكون مفتوحه، عشان تطلع الليمونه معاكي بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن منفوخه معاكي كده ونضيفه، ما تحملش منك تراب ما بتركنيها او تخزنيها. كمان عايزه اقول لك على حاجه. درجه الغمقان بتاعتها دي براحتك انت، مش بتاثر في الطعم. انا هسيب لك اللي هو الصوت عشان تعرفي قد ايه هو ناشف. المهم تقلبيه كل شويه، لان انت هتلاقي ناحيه تبقى غامقه وناحيه تبقى فاتحه، بس حقيقي هتطلع او تطمني. اهم حاجه ان هو بقى خفيف، ما تسيبوش يتحرق. ده كده غامق مش محروق. ده هتفرق كتير جدا، ان المحروق هيديكي طعم الحرق كده في الاكل، لكن اللي هو الغامق كده زي المتحمص، كانك بتحمصي الحاجه على نار هاديه جدا جدا جدا. وطبعا مش هياخد اي حاجه. انا عايزه اقول لك في ناس طب ما احنا نشتريه عادي، ما هو عادي فعلا تشتريه، انا ما قلتش حاجه. بس انت عندك ليمونه ناشفه ليمونه طريه، شو لقيتي ليمون سعره الى حد ما كويس، انك نعمل حاجه بايدينا دي لوحدها نعمه، نعمه كبيره جدا كمان. اللي انا بجيبه بيبقى مكرمش كده ومش بيعجبني بصراحه، بقعد اغسل فيه ساعه. لكن لما تكون بصي زي اللي انا عاملاها دي، انا فتحتها بس عشان اوريكي. لكن لما تكون ليمونه منفوخه ونظيفه وخفيفه وانت اللي عاملاها، اللهم اديمها نعم علينا يا رب، احفظها من الزوال. دعواتكم لي ان شاء الله، واشوفكم على خير باذن الله. سلام عليكم.